الجبنة بقى الفلاحي اللي قلبك بيحبها واللي يريدها هنعملها مع بعض النهاردة من طقطق لسلام عليكم. اول حاجة كده هيبقى معايا حلة ولازم تبقى سخنة جامد، يعني اول ما انزل اللبن تعمل زي ما انتوا شفتوا كده الدش، يعني تعمل صوت كده. واحط اللبن، انا هحط رطل ونص، انتوا ممكن تضعفوا الكمية، ممكن تزودوا الكمية زي ما انتوا حابين، اعملوا نفس كمية اللبن زي ما انتوا حابين. يعني انتوا ممكن تعملوا في نص كيلو، ممكن تعملوا كيلو، ممكن تضعفوا الكمية ل5 كيلو ل10، زي ما انتوا حابين اعملوا. يبقى اول حاجة هسخن الحلة جامد وهبدأ ان انا احط فيها اللبن. وبعد كده انا عايزة اللبن دي يا بنات يوصل لدرجة الدفيان، مش الغليان، الدفيان. في فرق من الاتنين. يعني انا عايزة اللبن يبقى دافي بس مش يغلي، يعني ان انا احط فيه صبعي ولا هتلسع ولا حاجة، احس بدفى، يعني اللبن دافي. زي ما انا هحط صبعي دلوقتي كده اهوت، واحس اللبن دافي. او اللي انا عايزه ايه ابقى دافي شويه عن كده، هرجع اسيبه سنه كمان وهرجع ايه اعمل التجربه كمان مره. كده انا حسيته بقى دافي، قفلت الولعه وهغطي الحله واسيب اللبن محيط يختم. في اي بقى مكان دافي كده هتشيلوا الحله دي وتحطوه في مطبخ، في دولاب، تحت السرير، فوق السرير، المهم اي مكان دافي حطوه. هتقعد من حوالي 12 ساعه محيط 14 ساعه محيط تختم. الحله هنا ختمت واللبن راب، بدات بقى ان انا اشيل القشطه من على وش اللبن. انا عندي جبنه كنت عاملاها قبل كده بس جبنه طريه بقشطه، يعني في جبنه طريه بقشطه كده انا بحب اعملها دي للاكل. اما الجبنه اللي انا هعملها ناشفه للمش، ان انا احطها في المش وكده. هبدا زي ما انتم شايفين كده هشيل القشطه من جميع الحله، قشطه تقيله كده وما شاء الله، غير ما هي تبقى كمان. يبقى اهم حاجه بس لما تجيبي اللبن تبقي انت ضامنه من الشخص اللي بتجيبيه، يعني يبقى مليان، يعني ايه، اللبن بتاعه مش مغشوش ومليان جسم وكده. اللي في بهايم بيبقى لبنها خفيف، وفي بهايم بيبقى يعني ما شاء الله ايه اللبن بتاعها جميل. هنا بقى كنت باكل الجبنه عامه بالقشطه كده حاف بعشقها بصراحه. دلوقتي بقى جات فتره ايه بقى، او الحصيره. هجيب بقى حصيره الجبنه هفرشها على الحوض، الجبنه هعملها على الحوض اهوت، راح افرشها كده على الحوض. وهجيب شمله نظيفه انا ببقى مستخدماها بس فقط الجبنه وكده، يعني لما ببقى عايزه احط جبنه في الحصيره وكده ببقى اجيبها وكده اهوت. وبروح بقى افرشها زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى اللبن، بدأت اللي انا انزل باللبن مرة واحدة كده اهوت. وابدأ اي حاجة كده في الحلة يعني ايه انزلها اهو. واجيب بقى برطمان الملح ورشة رشة عشان يعني يساعد لي اي شرشة في الجبنة ينزل بسرعة. وخطوة الملح دي لازمة يعني ضرورية، مش ينفع تستغنى عنها ابدا. حتى لو عايزة الجبنة دي لا احط حتى شوية صغيرة. خلاص بقى الجبنة نزلت جميع المش بتاعها. هبدأ بقى كده هربطها واعلقها. انا هنا حاطه الصينية طبعا، شريشكا كان بينزل منها زي ما انتوا شايفين اهوت، وهي عمالة تنزل ميتها اهوت. هستنى كمان بس على دقيقتين، وبعد كده همسكها بقى واربطها واعلقها في المطبقية على الحوض، يعني هي زي ما هي كده على الحوض. اي حاجة بقى تنزل شرش كده بينزل ايه على الحوض كده. الصبح بروح بقى ماسكة الحوض غسلاه، واروح حاطه حبة معطر، ولا بيبقى في ريحة جبنة ولا في اي حاجة. واحلى جبنة فلاحي تاكليها من بيتك، تبقى انت عاملاها بنظافتك يعني وبشطارتك، وفي نفس الوقت ضامنة نظافة الحاجة. بصراحة تبقى ضامنة 100% نظافة الحاجة انت عاملاها بايدك في البيت. زي ما انتوا شايفين ايه عمالة تنزل، واكتر حاجة بتنزل في الصينية وكده. ما انا بقى سايبة ايه الصينية اهوت، اسيبها بقى محات تاني يوم، محات الجبنة تنشف كده. هنا تاني يوم الصبح، يعني تاني يوم الصبح مش الصبح اولاني بصراحة. يوم الجمعة ده مش بصحى الصبح بدري، يعني بنصحى ايه قبل الجمعة بنص ساعة بساعة. هو طبعا يعني يوم الاجازة وكده يعني ايه بنسيب نفسنا ايه نايمين شوية وكده، يعني كل يوم مش في اجازة، هو يوم الجمعة بس. المهم اول ما صحيت سميت وصليت على النبي وقمت كده صليت بقى الصبح. وبعد كده قلت يلا يفتح يا كريم بينا ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل ايه في المطبخ. اللي طبعا انا لما بحط الجبنة عارفين الحوض ده بقى مسدود، ولا بعرف اروح عليه ولا بعرف اعمل اي حاجة، ما هو كان حرفيا مسدود.
ما انا قلت يلا بقى بينا خلينا نخلص بقى الجبنة دي ونشيلها ونعينها بقى في التلاجة، عشان لو بدي اطبخ ولا بدي اعمل فطار او اي حاجة تبقى الدنيا ايه فاضية وكده. بدأت بقى ان انا اقطع الجبنة على الخلطات بقى اللي انت عايزة، خلطة كبيرة خلطة صغيرة، انت بقى بتتحكمي فيها. شايفين احلى جبنة فلاحي والله يا بنات تاكلوها من البيت على هي دي الخلطة دي من على الطرف. طبعا مش بتبقى متظبطة يعني ايه قد كده، او الخلطة دي مش بتبقى متظبطة قد كده، بس ما شاء الله. شايفين اصلا السكينة في نفس الوقت دايبة دوب كده، والجبنة خورة اهيت. بس انتوا بس جربوها وعلى ضمانتي، جربوها كده وعلى ضمانتي. انا ما بنزلش على اي فيديو بعمله لو في حاجة باظت مش بنزلها، لو نزلتها اقول لكم الحاجة دي باظت. لان الحاجة بصراحة بتبقى يعني ايه، احنا مكلفينها، احنا صارفين، مش الحاجة ببلاش. ما انا مش بحب ان انا اذي حد، وربنا ما يكتب لي يا رب ان انا ايه يبقى من اذيات الناس. لا الحمد لله ما باذيش حد، ودي حاجه بحبها جدا. الحاجه الحلوه بطلع اقول لكم حلوه، الحاجه الوحشه بطلع اقول لكم وحشه. اهو ببدا بقى ان انا اغلفها بملح كتير كتير قوي. الجبنه دي هحطها في المش يا بنات، ما لازم أنا اغلفها بملح كتير عشان تنشف. انا عايزاها ناشفه مش عايزاها طريه. اما ده للاكل وكده مش هتحطوا عليها بقى ملح، هتسيبوها كده. اه انا حطيت بقى كميه ملح كتير اهو، لان أنا كده كده زي ما قلت لكم عايزاها تنشف، وهحطها في عصرة بالمش. معلش متلخبطه بس شويه، السنه والله اليومين دول مش عارفه ماله، من هو من البارح بالليل هو لساني ايه التقيل بسبب اللوز. يا دوبك اخد برشام وبتروح وتتسكن ويرجع لي اللوز تاني. فاللي انا عندي يعني زوري متدمر حرفيا، بس الحمد لله على اللي ربنا ايه بيجيبه. خلاص انا كده بقى خلصت الجبنة وغلفت الجبنة كلها اهوت. شايفين الجبنة؟ مش تنسوا بقى تدعمونا بلايكات واشتراكات في القناة كتير، وتقولوا ايه رأيكم في طريقتي في الجبنة، انتوا بتعملوها ازاي او بتضيفوا فيها ايه لما بتروبوا اللبن. اي واحدة بتعمل طريقة جبنة تنزل تحت دلوقتي في الكومنتات وتكتب لي وازاي بقى طريقتي في الجبنة، وبتمنى تكون عجبتكم.